يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. انا سمر ودي قناتي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطبق القمر ده زي ما انتم شايفينه كده، فاخر من الاخر. هنعمل كرات اللحم السويدية او كفتة ايكيا زي ما انتم شايفينها، تحفة جدا. تروحي تاكليها في ايكيا، طبعا بيتعمل معاها بطاطس بوريه او رز ابيض. النهارده ان شاء الله احنا هنعملها معاه رز ابيض زي ما انتم شايفين كده. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. زي ما انتم شايفين كده، معايا معلقة فلفل اسمر، ومعايا معلقة بهار، ومعايا 3 معالق بقسماط ناعم كبيرة، ومعايا بصلاية مبشورة، ومعايا نص لحمة مفرومة، ومعايا بيضاية. هنبدأ بقى نحط المكونات كلها على بعض. هنزل اول حاجة بالبصلاية المبشورة ومصفية المية بتاعتها خالص، وهننزل كمان عليها بالثلاث معالق البقسماط الناعم. عايزه اقول لكم ان البقسماط الناعم والبيض ده عشان يخلي كرات اللحمه متماسكه يا جماعه مع بعضيها. وهنزل بالبيضايه كده، وبعدين هنزل كمان بالبهار المشكل اللي احنا حطيناه، معلقه الفلفل الاسمر ومعلقه البهار، مش اكتر من كده عشان طعم اللحمه يبان يا جماعه. وهننزل بعد كده بايه؟ بالملح. الملح طبعا حسب الرغبه عشان الكفته ما تدقش مننا. نبدأ بقى ايه؟ نلم المكونات كلها مع بعض عشان تتجانس كده وتبقى عجينة حلوة معانا. زي ما انتم شايفين بلم كل المكونات مع بعضيها كده. انا قلت لكم البقسماط والبيض يا جماعة عشان يخلوا الكفتة ايه؟ متماسكة، ما تفكش كرات اللحمة مننا واحنا بنحمرها. زي ما انتم شايفين كده. عايزة تضيفي بقدونس مفيش مشاكل، عايزة تضيفي اي مكون تاني براحتك، بس هي دي الطريقة الاصلية بتاعت الكفتة، بتاعت كفتة ايكيا او كرات اللحم السودية. انا كده لميتها كلها زي ما انتم شايفين. بصوا العجينة بقت عاملة ازاي، مفيش اي حاجة باينة فيها وكلها متماسكة مع بعضيها زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى ايه؟ نعمل كرات اللحمة، نكورها مع بعض بقى. انا جبت معايا شوية زيت صغيرين وعشان يساعدوني في في تكوير الكور، وجبت معلقة صغيرة اخد بيها بس يبقى المقاس كل واحد، عشان عايزة الكرات كلها مقاس واحد، متبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. طلعتها كده وهبدأ ايه؟ احط على ايدي نتعة زيت وايه، واكور الايه؟ الكورة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما نكورها يا جماعة نحطها في التلاجة لمدة ساعة لغاية ما تهدى، وبعدين نحمرها مع بعض عشان ما تفكش مننا برضه. زي ما انتم شايفين الكورة، بص شكلها عامل ازاي. هعمل واحدة تانية كده. زي ما قلنا المعلقة دي عشان تخلي الكرات مقاس واحد. انا ايديا لسه فيها زيت فهكور عليها كده زي ما انتم شايفين. ودي الكرة التانية كده، شفتوا شكلها عامل ازاي كده. خلاص انا كورت الكور كلها زي ما انتم شايفين كده. هنحطها في التلاجة لمدة ساعة وبعدين نطلعها من التلاجة. انا هنا طلعتها من التلاجة، جبت طاسة حطيت فيها 3 معالق زيت وهنزل عليها بالكور. انا حطيت 3 معالق زيت ليه؟ عشان الكور تتحمر ما تتحرقش مننا، لكن لما بتقللي لها الزيت بتتحرق منك، فاحنا لازم نخليها لونها وردي عشان يبقى طعمها حلو. هنزل بالكرات كده في قلب الطاسة زي ما انتم شايفين كده معايا. هسيبها شوية لغاية الزيت ما يسخن وبعدين نشوفها هتتحمر تعمل ايه فيها بقى. هي كده ايه؟ شغالة على النار، الزيت بيبتدي يسخن معايا اهو زي ما انتم شايفين. حبيت اهزها شوية بحيث انها تتحمر كلها من تحت يعني. وبعد كده هنبدأ ايه؟ هنبدأ نقلب الايه؟ الكفتة. نبدأ نقلب كده. بصوا اللون ده اللي انا عايزاه بقى، اللون الوردي ده هو اللي انا محتاجاه. لو الزيت قليل هيديكي لون غامق محروق كده، هتبقى الكفتة مررة معاكي. لكن لما يبقى زيتها مظبوط وانت بتحمريها هيبقى طعمها حلو معاكي.
وبصوا ماسكه نفسها ازاي، ما بتفكش ولا حاجه، عشان حطيناها ساعه في التلاجة قبل ما نستخدمها. شكلها تحفه جدا بصراحه، وشهيه جدا. ممكن تتاكل كده جنب شويه بطاطس محمره، هي تعتبر الكفته استوت كمان، جنب شويه رز، جنب شويه مكرونه. بس احنا هنعملها النهارده زي كفته ايكيا بالظبط، كرات اللحمه السعوديه بالصوص بتاعها بقى تحفه. يعني الصوص بتاع كرات اللحمه السعوديه ده جميل جدا. هنبدا بقى نعين، هي كده احمرت خلاص، هنبدا نعين مع بعض. زي ما انتم شايفين انا بعين الكفته كده زي ما انتم شايفينها، مصفيها كويس من الزيت. بصوا لونها ايه، لونها وردي اهو، اللون ده هو اللي انا محتاجاه مش اكتر من كده. بصوا الكفته بعد ما طلعت لونها جميل ازاي وماسكه نفسها ولا فكت ولا اي حاجه. نزلت هنا بالطاسه التانية زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نحمرها برضو، ودي الكميه كلها اللي طلعت من الكفته من النص كيلو. هنبدا بقى نحط على الزيت هنا. المفروض هنزل بمعلقتين سمنه، بس انا نزلت الاول بمعلقه الدقيق، يبقى هنزل بمعلقه الدقيق وبعدين هنزل بمعلقتين السمنه، ونشوحهم كويس جدا مع بعض كأنك بتعملي بشاميل يعني. بس طبعا مش هتسيبيه لما لونه يغمق، زي ما انتم شايفين كده. شوحنا كده، وهنزل بالسمنه لاني زي ما قلت لكم انا نسيت، فهنزل بيها بقى ونقلبهم شويه مع بعض ونحط بقيه المكونات. يبقى كده عملنا الصوص. بدايته ايه؟ حطينا الزيت اللي احنا كنا عاملين فيه في نفس الطاسه، حطيت عليه معلقتين سمنه وحطيت عليه معلقه دقيق. هنقلب كويس وبعدين ننزل بكوبايه شوربه، كوبايه شوربه كبيره يا جماعه. وهنقلب تاني شويه برضو زي ما انتم شايفين كده. الصوص ده جميل جدا. وبعدين هينزل بمعلقه توم صغيره مهروسه، التوم بيديها نكهه حلوه جدا. عايز تحطي توم باودر مفيش مشاكل، بس التوم المهروس بيبقى احلى، يعني ريحته النكهه بتاعته بتبقى اعلى. ومعايا معلقتين صويا صوص، او عندك صور صوص حطي. ده اللي بيدي اللون الغامق سنه للصوص بتاع الكفته زي ما انتم شايفين كده. وهنزل كمان بكوبايه كريم لباني، كريمه لباني العباوه اللي هي الصغيره 250 مللي دي. تنزلي بيها وتقلبي كويس. برضو الكريمه اللباني بقى طعمها بيبقى في الصوصات تحفه، فقلبي كده كويس جدا. ونلاقيتيها تخينه ممكن نزود كمان نص كوبايه لبن او كوبايه لبن عليها. يعني هنقلب، احنا مش عايزين الصوص يبقى تقيل يا جماعه. هنقلب كده كويس جدا. وبعد ما نقلب هننزل بايه، لقيتها تقيله بصوا تقلت معايا، هنزل بايه، بكوبايه لبن كده زي ما انتم شايفين معايا. يبقى نزلنا بكوبايه كريمه لباني وكوبايه لبن وكوبايه شوربه ومعلقتين سمنه ومعلقه دقيق، والملح والفلفل طبعا هنبهر عادي بقى خالص، ملح وفلفل بس، مش هنزل باكتر من كده. يا دوبك يغلوا غلوه بسيطه، وبعدين هنزل بيهم في عليهم بايه، بالكفته، بكرات اللحمه كده. هبدا انزل بقى بكرات اللحمه كده زي ما انتم شايفين. انا موطيه النار طبعا، توطي النار كويس جدا عشان ما يتقلش منك، هيغلي بسرعه ويتقل منك، لازم توطي النار لان الصوص بتاعه قريب من البشاميل زي ما انتم شايفين كده. نزلنا الكفته كلها كده زي ما انتم شايفين، طبعا شكلها تحفه. بدات تغلي معايا، هنزل عليها بشويه جرنش كده بقدونس. هي مش هسيبها تغلي خالص، هي كده خلاص انا هطفي عليها زي ما انتم شايفينها، يا دوبك بس ابتدت تغلي من الجنين بس كده. وده الشكل النهائي لكرات اللحمه السعوديه او كفته ايكيا زي ما انتم شايفينها. طبق شهي جدا، شكلها تحفه جدا. تعمل بقى جنب بطاطس بوريه او جنب رز ابيض، انا هعملها او جنب مكرونه. انا النهارده هعملها جنب رز ابيض، شكلها تحفه جدا، شهيه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا كرات اللحمه، بصوا كرات اللحمه وماسكه بعضيها ما بتفكش ولا اي حاجه، والصوص بتاعها تحفه جدا وريحته فظيعه يعني، وطعمه طبعا افظع زي ما انتم شايفين كده. وده الشكل النهائي كده. هنحط عليها بس شويه صوص من الصوص بتاع الكفته زي ما انتم شايفين. شكل الطبق شهي جدا بصراحة، يعني حكاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.